البيوت كالشجرة الطيبة، من قوله تعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. السلام عليكم يا حبايب زهرة. أهلا بيكم يا حبايب زهرة في قناتكم زهرة للتربية والأسرة السعيدة، القناة اللي بنتكلم فيها عن التربية والوعي الأسري بحب وصدق. النهاردة في حلقة جديدة من سلسلة عيب وغلط وحرام، وهنكلمكم عن آداب الزيارة. الزيارات اللي المفروض تكون محبة وصلة رحم، بس ساعات بتتحول لضغط وإحراج. ده ياسين ولد ذكي جدا، عنده فضول ما شاء الله، بيحب يسأله يفهم كل حاجة بنفسه، بس أوقات كتير بيتصرف بعفوية زيادة شوية. وأنا زهرة مامة ياسين، وبمثل كل أم بتحاول تربي ابنها على الأدب والخلق الجميل. عايزين نعلم أولادنا إزاي نعيش حياة سوية متوازنة فيها حب ووعي وسكينة بإذن الله. تعالوا نسمع ياسين النهاردة بيحكي إيه. ماما، أنا مش فاهم ليه كل مرة نروح زيارة لازم أسمع كلمة عيب يا ياسين. امبارح مثلا رحنا عند خالتي، وأنا كنت عايز ألعب بالبلاي ستيشن اللي عندهم، قلت لها ممكن ألعب؟ قالت لي لأ، فدخلت أوضتهم شفتها مفتوحة ولعبت شوية، لقيتها جت وقالت لي ده تصرف مش لطيف يا ياسين. طب ليه؟ هي الأوضة كانت مفتوحة. وبعدين لما قدموا أكل أنا كنت عايز كاتشب بس مفيش، قلت لهم ليه مفيش كاتشب؟ كل الناس بصولي كده معرفش ليه. وبرضه كنت بتكلم بصوتي العادي، بس بابا قال لي وطي صوتك الناس مش في بيتك. أنا اتلخبطت بقى، يعني أتكلم ما أتكلمش، أطلب حاجة ما أطلبش حاجة، كل مرة بحس إني مش عارف أتصرف إزاي في الزيارات. يا ياسين يا حبيبي، أنا عارفة إنك مش بتقصد حاجة وحشة، بس اللي عملته فعلا مش صح. بص يا حبيبي، أول حاجة لازم تفهمها إن بيت الناس ليه حرمة زي بيتك بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يعني حتى الدخول لازم يكون بإذن وسلام، فما بالك بإنك تفتح أوضة أو تمسك حاجة من غير إذن؟ كون الأوضة مفتوحة مش معناه إنك مسموح تدخل، زي ما أنت مش بتحب حد يدخل أوضتك من غير إذنك، صح؟ صح، أنا بتضايق جدا لما حد يدخل أوضتي ويمسك حاجتي. يبقى لازم تعمل زي ما تحب الناس تعمل معاك يا حبيبي. أما حكاية الكاتشب دي ففيها درس مهم. لما نروح لحد بنرضى اللي يقدمه لنا، ما نسألش ليه مفيش كذا، لأن ده بيحرجهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إننا نشكر الناس حتى لو الحاجة بسيطة، وقال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني لو حد قدم لك حاجة قل تسلم إيديك، شكرا جدا، حتى لو مش بتحبها. طيب ماشي يا ماما، بس أنا كمان امبارح لما كنت بلعب مع ابن خالتي هو كان بيزعق جامد وبيضحك بصوت عالي جدا، وأنا ضحكت معاه، وبعدين تيتا قالت لي عيب صوتك عالي. هو أنا كده غلط؟ يا ياسين، لأن صوتك في بيت الناس لازم يكون واطي، دي من أدب المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صوته دايما هادي، وربنا قال في القرآن: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني صوت العالي مش من الذوق ولا من الأدب. ولما تروح زيارة حاول تكون قدوة، لو التاني بيزعق انت بقى هادي، الناس ساعتها هتحبك أكتر، وهيقولوا يا سلام على تربية الولد ده. طب ماما، في مرة كمان لما رحنا عند جيراننا لقيت بنتهم عندها لعبة جديدة، فأنا قلت لها ممكن أخدها ألعب بيها شوية في البيت وأرجعها لك. هي سكتت، بس لما رجعنا انتي زعلتي مني جامد. أكيد يا ياسين، لأن دي مش أصول أبدا. إحنا ما ينفعش نطلب حاجة مش بتاعتنا، خصوصا في بيوت الناس، ودي حاجة من الأخلاق الجميلة اللي لازم نعلمها لنفسنا. عارف يا حبيبي، الصحابة رضي الله عنهم كانوا لما يزوروا بعض ما يبصوش حوالين البيت ولا يمدوا إيديهم في حاجة من غير إذن. الاحترام ده هو اللي بيخلي العلاقات تفضل جميلة ومليانة محبة. طب وماما، أعمل إيه بقى لو حد جالي البيت وتصرف كده؟ سؤال جميل جدا يا ياسين. ساعتها أنت تبقى قدوة، تستقبلهم بابتسامة وتقول بلطف: ممكن ما تفتحش دي يا حبيبي، أو تعالى نلعب هنا. وتفتكر دايما قول النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
يعني لازم نحسن الضيافة ونخلي بيتنا مكان راحة مش توتر. وكمان يا ياسين، لما نرجع من زيارة ما نحكيش اللي شفناه، ما نقولش البيت صغير أو الأكل كان كذا أو عندهم حاجات جميلة، لأن دي غيبة وكلام ممكن يضايق الناس. وجدتك كانت دايما تقولك إيه؟ كانت دايما تقولي يا ياسين يا حبيبي لما تروح بيت الناس خليك مؤدب واطرش واخرس وأعمى. كنت زمان أضحك وأقول لها يعني إيه يا تيتا أطرش واخرس وأعمى؟ هي عايزاني أبقى بطل خارق ولا إيه؟ بس دلوقتي فهمت يا ماما، أطرش يعني ما اسمعش كل حاجة تحصل واروح أحكيها، وأخرس يعني ما اتكلمش في اللي ماليش فيه، وأعمى يعني ما بصش على حاجة مش ليا ولا أشوف عيوب الناس. هي كانت تقصد أكون مؤدب وساكت وخلي للناس حرمتهم وخصوصيتهم. فكرة يا ماما لما كنا عند طنط نادية وأنا سألتها هو ليه ابنك ما جاش المدرسة النهاردة، ووشك اتغير كده وقلتيلي بعدين إن السؤال ده مش ليا وإنه ممكن يضايقها. وقتها افتكرت كلام تيتا برضه، وقالت لي مرة مش كل اللي تعرفه لازم تقوله ومش كل اللي تشوفه لازم تحكيه. كانت دايما تقولي الأدب مش بس في الكلام، الأدب في العين وفي الأذن وفي القلب كمان. تيتا كانت دايما تقولي البيت اللي تدخل فيه برجلك خليه يحبك مش يتهرب منك. دلوقتي ماما بقيت أفهمها أكتر، يعني لما أدخل بيت الناس وأقعد بهدوء وأسلم بأدب وابتسم الناس هتحبني وهيرحبوا بيا تاني. لكن لو جريت أو رفعت صوتي أو سألت أسئلة كتير أكيد هيتضايقوا. وبصراحة يا ماما، أنا لما بفتكر كلامها بحس إن تيتا كانت بتربيني وأنا مش واخد بالي، كانت بتزرع فيا الحاجات دي بالحب، بالكلمة الحلوة، بالحكاية الصغيرة اللي بتفضل في الدماغ كأنها نقش. حتى لما كانت تقولي لو قعدت في بيت الناس خلي رجلك ثابتة ولسانك نايم، كنت أضحك، بس دلوقتي حاسس إنها كانت بتخاف عليا أتصرف غلط. والله يا ماما تيتا كانت بركة البيت، علمتني إن الأدب عمره ما كان ضعف، وإن الناس بتحترم اللي بيحترمهم حتى لو كان صغير. علمتني إن الكلام الحلو مش محتاج صوت عالي، وإن الزيارة مش مكان أظهر فيه نفسي، لأ، دي مكان أظهر فيه تربيتي. الله عليك يا ياسين، ربنا يبارك لك يا ابني. فعلا تيتا كانت حكيمة قوي وكلامها كله تربية وستر وذوق. اللي بيتربى على احترام الناس وأدب الزيارة ربنا بيرفع قدره في الدنيا والآخرة. وعارف يا ياسين، ده مش بس كلام تيتا، ده أدب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان إذا دخل بيت حد سلم سلاما لطيفا وما يرفعش صوته وما يبصش حواليه، ولو أكل يشكر ولو شرب يحمد ربنا. وده اللي احنا لازم نتعلمه ونورثه لولادنا زي ما تيتا علمتك كده بالحب. عارفين يا أمهات، يمكن الحلقة دي تبدو بسيطة كده، بنتكلم فيها عن آداب الزيارة والسلوك في بيت الناس، بس والله التربية الحقيقية بتبدأ من الحاجات الصغيرة دي. لما ابنك أو بنتك يتعلموا يدخلوا بيت الناس بأدب ويتكلموا بذوق وما يرفعوش صوتهم وما يمدوش إيديهم على حاجة مش بتاعتهم ولا يسألوا أسئلة ملهاش لازمة، انت كده زرعت فيهم قيم احترام الغير والستر والحياء. اللي بيتعلم يحترم بيوت الناس هيحترم بيته، وهيحافظ على خصوصيته، وهيصون أسراره، وهيبقى إنسان الناس تحبه وتدعيله. افتكروا دايماً إن تربية الأدب مش بالكلام الكتير ولا بالزعيق، إنما بالقدوة وبالموقف. ابنك بيتعلم منك لما يشوفك بتدخلي بيت الناس بهدوء وبتسلمي بحب وبتبقي بسيطة ومتواضعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إحنا ساعات بنفتكر إن التربية يعني نعلم ولادنا يذاكروا أو يصلوا أو يسمعوا الكلام، لكن الحقيقة التربية في التفاصيل الصغيرة اللي بنشوفها في حياتنا اليومية. في زيارة بسيطة ممكن ابنك يتعلم فيها أدب أو يكتسب فيها عادة غلط تفضل معاه طول عمره. من النهاردة خدي بالك إن كل موقف بتعيشيه معاه هو درس من دروس الحياة. لما تعلميه يستأذن قبل ما يدخل أوضة، هو بيتعلم احترام الخصوصية. ولما تمنعيه يمد إيده في حاجة مش بتاعته، هو بيتعلم الأمانة. ولما توصيه ما يرفعش صوته، هو بيتعلم الذوق واللين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. خلي الرفق طريقك في التربية، واعملي اللي عليكي وربنا هيبارك في ولادك.
ولو غلطوا ما تعصبيش، خديهم بالحكمة وافتكري إنك قدوتهم، بيشوفوا فيكي كل حاجة ويتعلموا منها. خلي بيوتنا مدارس للخلق الطيب، ومجالسنا مجالس رحمة وأدب. خلي زيارتك دايما تبقى صلة رحم مش مجرد واجب. وخلي ولادك يفتخروا إنهم اتربوا على أدب الإسلام مش على خوف من كلام الناس. فإحنا لو علمنا ولادنا الأدب في الكلام والأدب في العين والأدب في التصرف، نبقى فعلا بنمشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أمهات، التربية مش سهلة، بس هي أجر عظيم عند ربنا. علمي ابنك إن الصوت الواطي مش ضعف، وإن الأدب مش خضوع، وإن احترام الناس مش خوف، ده أصل التربية. ولازم نفتكر دايماً كلام الأمهات والجدات زي ما قالت تيتا لياسين: خلي بيت الناس أطرش وأخرس وأعمى، يعني ما تشوفش ولا تحكي ولا تتكلم في اللي مش ليك. وده والله قمة الذوق والرقي. ربوا ولادكم بالحب، باللين، بالكلمة الطيبة، وبالقدوة الحسنة، لأن اللي بيتربى على الاحترام في الصغر بيكبر وفيه نور وأدب. وافتكروا إن التربية مش بس أوامر ونواهي، دي حياة ومواقف ونظرات وكلمة بتفضل محفورة في القلب. فيا كل أم، خدي بالك من ولادك، راقبي تصرفاتهم بلطف واحتويهم بحنية، ووجهيهم من غير ما تكسريهم. ودايماً خدي من تربية النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في الرحمة قبل الشدة، وفي الفهم قبل العقاب. وخلي الدعاء دايماً على لسانك: اللهم أصلح لي في ذريتي وبارك لي فيهم واجعلهم من أهل الأدب والدين والعلم والعمل الصالح. يلا ندعي. اللهم يا واسع الرحمة، يا من خلقتنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك يا رب أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتبارك في أوقاتنا وأيامنا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبت قلوبهم تابوا واستغفروا. اللهم اجعلنا نعرف معنى الراحة في قربك، ومعنى الطمأنينة في ذكرك، ومعنى القوة في استعانتنا بك. يا رب، قوي كل أم أنهكها التعب، واهدي قلب كل بنت تيها في دوامة الحياة. اللهم ارزقنا القدرة على تنظيم وقتنا بما يرضيك، واجعل لنا في كل عمل نية خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل الصلاة نوراً في قلوبنا، والقرآن أنيساً في بيوتنا، ورضاك هدفاً لرحلتنا. يا رب، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا. اللهم علمنا كيف نوازن بين مسؤولياتنا وأرواحنا. علمنا كيف نحب بصدق، ونعمل بإخلاص، ونرضى بما كتبت لنا. ولا تجعلنا من الشاكين، بل من الذاكرين الحامدين الصابرين. اللهم يا من قلت: إن مع العسر يسرا، فيسر لنا كل عسير، وافتح لنا أبواب الفرج، وارزقنا سكينة تطفئ كل تعب. اللهم اجعل أوقاتنا عامرة بذكرك، وأيامنا مباركة بفضلك، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم بارك في كل أم تسمعنا الآن، اجعلها قادرة على العطاء بدون أن تنهك، وقوية بالإيمان لا بالتحمل وحدها، وسعيدة لأنها بين يديك دائما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا قدوة لأولادنا في الخير، وأعنا أن نربيهم كما تحب وترضى، واغمر بيوتنا بالسكينة وقلوبنا بالحب، واجعلنا من الذين إذا ذكروا نوروا، وإذا ذكروا بك تذكروا. اللهم ارزقنا بركة في الوقت، وبركة في العمر، وبركة في الرزق، واجعل كل دقيقة من حياتنا خطوة نحوك يا الله. اللهم إنا نسألك راحة البال، وصدق النية، وحسن العمل، ونسألك أن تجعلنا من الهادين المهتدين، الذين إذا ذكروا ذكروك، وإذا غفلوا نديتهم برحمتك. اللهم لا تتركنا لأنفسنا طرفة عين، وكن معنا في كل خطوة نخطوها في درب الحياة. وأخيراً، لو الحلقة لمست قلبك أو خليتك تفكري بطريقة أهدى وأقرب لربنا، ما تنسيش تدعمي قناة زهرة للتربية والأسرة السعيدة. اعملي لايك للفيديو، واشتركي في القناة، وفعلي الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة. وساعدينا نكبر بأسرة جميلة زيك، لأن رسالتنا إن كل بيت يعيش بسكينة،
وكل أم تكون مصدر راحة لأولادها ونور لبيتها. اللهم آمين يا رب العالمين. لو الحلقة لمست قلبك أو خلتك تفكري بطريقة أهدى وأقرب لربنا، ما تنسيش تدعمي قناة زهرة للتربية والأسرة السعيدة. اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة.